الواحدة منها بتتباع ب200 و300 جنيه وواقفين عليها بالطابور. طب وعلى ايه؟ ده انا هعملها لكم النهاردة بأسهل طريقة. في 5 دقايق هنعمل الفطيرة القمر دي، بدون بقى ولا لت ولا عجن ولا تسيب العجينة تخمر ولا الغلبة دي يا جماعة. بأسهل طريقة هنعمل أحلى فطيرة النهاردة، فطيرة بالسكر بطعمها يجنن، هتدمنوها يا جماعة. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان لما بتفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. عايزة اقول لكم يا جماعة من حلاوتها هتدمنوها وهتعملوها كل يوم. بصوا بقى، اول حاجة معايا هنا كوبايتين من الزبادي. ركزوا معايا بقى في مادة التوريق اللي احنا هنورق بيها الفطيرة. تمام، كوبايتين من الزبادي على لفة جلاش واحدة. تمام كده. هنزل عليهم ربع كوباية من السمنة ومعلقتين، يعني ربع كوباية كده او معلقتين و3 عليها. تمام كده. بعد كده حبايبي هنزل ربع معلقة كبيرة من البيكنج باودر او نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة كل المكونات تدخل في بعض بالشكل ده. تمام، بحيث ان انا خلاص كده السمنة تختفي معايا خالص. تمام، خلاص كده جهزنا المادة بتاعة التوريق الفطيرة. بعد كده حبايبي بجيب الصينية بتاعتي وببطنها بالسمنة. انا هخلي بقى التوريق، مادة التوريق اللي احنا عملناها دي هي دي اللي هنورق ما بين طبقات الجلاش بيها، لكن احنا بنبطن الصينية بالسمنة او بالزبدة بس. ليه؟ علشان لما الفطيرة بتاعتي تستوي ما تلزقش معايا في الصينية. تمام كده. بعد كده بجيب بقى لفة جلاش، هي لفة جلاش واحدة. لو هتعملي اكتر من لفة تضاعفي كمية مادة التوريق. تمام. بعد كده حبايبتي بجيب بقى زي ما قلت لكم هنا معايا ورقة كده من الجلاش. تمام، بحط 2، يعني مش واحدة بس، 2 فوق بعض كده. وبعد كده بنزل بقى المادة التوريق اللي احنا عملناها ما بين الطبقتين دول. بوزع مادة التوريق كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا جريت الفيديو شوية يعني، بس كل حاجة واضحة متهيألي قدامكم وعارفين انا بعمل ايه. كل طبقتين بنزل شوية كده دهنة كده من المادة بتاعة التوريق بتاعتي. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا كده انا طلعت الاطراف بتاعة الجلاش بره الصينية. بعد كده بضمها واحدة واحدة كده. تمام اهو، واحدة واحدة بضمها لجوه، وبدهن برضو دهنة كده من المادة بتاعتي بتاعة التوريق على الجلاش بعد ما ضمناه بالشكل ده. شايفين؟ طريقة واضحة وسهلة وبسيطة جدا. اهو بضم كل الاطراف بتاعة الجلاش اللي احنا كنا سايبينها في الاول، بضمها كده بدخلها جوه. بعد كده بدهنها من المادة بتاعتي بالشكل ده. ولازم تعملوا المادة التوريق دي علشان الجلاش ما يلزقش بقى ببعضه وتبقى معاكي بقى طالعة مورقة كده وطرية. ليه انا حطيت زبادي؟ علشان تطلع معاكي طرية. تمام. بعد كده اخر طبقة فوق بدهنها بالسمنة. بتكون خلاص المادة بتاعتك اصلا بتاعة التوريق اللي احنا عملناها بالزبادي دي خلصت في الوصفة في التوريق من جوه بتاع الجلاش. بعد كده حبايبي نجيب بقى ورقة، يعني طبقة كده او طبقتين من الجلاش، وبحطها كده وبلم بيها العجينة. الخطوة دي بتديكي شكل الفطيرة بالظبط اللي انت بتشتريها من بره. تمام، عشان تطلع معاكي حلوة كده ومتسوية، متبقاش منحكشة كده ومفركشة من الاطراف. شايفين؟ انا عايزاها بالشكل ده. طبعا وانتي شغالة في الفطيرة بتاعتك تكوني قايدة الفرن على درجة حرارة 180 يسخن. تمام، عشان عايزين ندخل الفطيرة بتاعتنا الجميلة دي الفرن وهو سخن. بعد كده بدهن كده الفطيرة من فوق بالسمنة او بالزبدة بس. تمام. بعد كده بقى بدخلها الفرن بتاعي واسيبها لمدة من 20 كده ل25 دقيقة على درجة حرارة 180. وعايزاكي تبصي عليها برضو كل 10 دقايق كده. اول ما الوش بتاعها يحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ده يبقى تمام. يعني ما تنسيهاش عشان بس ما تتحرقش معاكي. هي اول ما الوش بتاعها يحمر كده يبقى هي خلاص استوت وبقت معاكي زي الفل.
بنجيب بقى الفرشة بتاعتنا ونحطها كده في السمنة وندهن بقى الطبقة اللي فوق دي. عايزة اقول لكم بتدي لمعة حلوة قوي، وبتدي كمان بتخلي العجينة كمان طرية كده وطعمها حلو، ويا ريت السمنة تكون بلدي، هتفرق جدا في الطعم. بعد كده بجيب كوباية من الحليب وبنزلها برضو على الفطيرة وهي سخنة، بتخلي الفطيرة طرية وجميلة جدا. بعد كده حبايبي برش عليها بقى رشة كده من السكر البودرة زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده حبايبي بعد ما بحط عليها الحليب بقى والسكر البودرة بغطيها بقماشة او بكيس التلاجة كده. ليه بقى؟ بسيبها بس متغطية لمدة 5 دقايق عشان تطرى معايا كده وتديني يعني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، احلى من بره واحلى من محل الفطاطري، اكبر محل فطاطري احلى منه وتحدي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هتدمنوها وهتعملوها في البيت على طول، لان اللي بره انت مش ضامنه نظافتها ومش هتبقى معاكي بنفس القمر اللي احنا عاملينه النهارده ده، والولاد هيدمنوها. وبما اننا بقى في الصيف طبعا هتحتاجيها وانت رايحه البحر وانت رايحه النادي، حتى لو قاعده في البيت هتبقى عايزه تعملي كوبايه شاي كده وتاكليها ساعه العصاري. تنفع معاكي بقى فطار، تنفع معاكي عشاء، هي عمليه في كل حاجه. حلوه جدا يا جماعه وخفيفه كده وتجنن. عايزه تعمليها حلو، عايزه تعمليها حادق، اللي انت عايزاه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ واللي عشان بطناها بقى بالزبادي والبيكنج باودر لما حطيناه برضو خلى العجينه بقى ايه، ارتفعت معايا شويه، والزبادي مطري العجينه كده من جوه، والسكر على الوش. عايزه اقول لكم بجد تحفه. وكوبايه الحليب اوعي تنسيها، الحليب اللي هتحطيه عليها مش شرط خالص يكون سخن، عادي ممكن يكون طالع من التلاجة بارد اي حاجه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ بجد يا جماعه تحفه. لما تيجي تقدميها برضو في الطبق لحد، حطي عليها برضو رشة كده من السكر البودرة عشان هتبقى شربت اصلا السكر اللي عليها، فعشان تبقى حلوة اكتر. وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، عايزاكم تجربوها بجد هتعجبكم جدا. حلوة للكبار وحلوة للصغيرين، اعملوها كده ويعني عملية كده في الاوقات اللي احنا فيها دي، وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبألف هنا. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، واستنوني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة وباي باي.